أهلا وسهلا فيكم. اليوم سوينا البرياني الهندي بالفروج، وانتوا إذا بتحبوا تسووا باللحمة هذا الشي بيرجع لكم. سويتها طبعا ولأول مرة كنت بساويها ببيتي. روعة روعة عم إلكن، طعمة لا يعلى عليها. إن شاء الله بتمشوا معي بنفس الخطوات وبنفس المقادير وبتاخدوا نفس النتيجة. أول شي أنا راح أجهز لتتبيلة الفروج، لازم تكون قبل بليلة. حطيت هون نص كوب من اللبن، وهون في عندي البهارات اللي هي نص معلقة صغيرة من الكزبرة، نص معلقة من الكمون، نص معلقة من الكركم، نص معلقة من الفلفل الحار، فيك تستبدليه بالبابريكا، بالإضافة لنص معلقة من بهارات البرياني، ومعلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، نص معلقة صغيرة زنجبيل مطحون، ومعلقة صغيرة من معجون الثوم اللي هو 3 حبات ثوم هرستون، وضفت معهم كم ورقة من الكزبرة وكم ورقة من النعناع. طبعا أنا هدول رح أطحنهم، وراح أضيف معاهم ربع كوب من الزيت النباتي وربع كوب من المي. طبعا أنا بعد ما طحنتهم ضفت قرنفل 4 حبات وورق غار ورقتين. والفروج هون صار عندي جاهز، أنا مغسلته ومقطعته، وانتي بتضيفي شو ما بدك، إن شاء الله تضيفي كمان فخاد، هذا الشي بيرجع لك. أنا ضفت فروج كامل قطعته بالبيت وغسلته كتير منيح، وهلأ بعد ما صفيته من المي رح أضيفه فوق التتبيلة. طبعا رح نفرك التتبيلة فيه، ورح نضيف معاه كمان منقوع الزعفران، أنا ناقعته مسبقا، وهلأ رح أضيف تقريبا معلقة كبيرة. طبعا النعناع والكزبرة هذا الشي حسب الرغبة، انت فيك تضيفي كمية كبيرة او فيك تضيفي كمية صغيرة. نحن ما كتير محبوب عنا الكزبرة، فحبيت اني قلل منها. هلا هون بنغطيها وبنخليها تقريبا 24 ساعة بالبراد، واذا كنتي مستعجلة عليها اقل شي لازم تنقعيها بحدود 3 ل4 ساعات. بالنسبة للدقوس أنا كمان سويته قبل بليلة عشان خفف شوي علي. طبعا ضفت معه حبة بندورة وشوي من البقدونس، ومعلقة صغيرة معلقة كبيرة من دبس البندورة، وضفت معه معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من الثوم المهروس. طبعا لا تنسي معلقة كبيرة ونص من الخل الأبيض، وضفنا معه معلقة من الفلفل الحار. ولا تنسي نص ليمونة أنا عصرتها مسبقا وضفتها، وضفت معه ربع كوب من الزيت الزيتون. وهلأ بنخلطهم كمان، وراح حطهم هون بهاي الطنجرة، وحطهم تقريبا على الغاز بحدود الدقيقتين بس، مو أكتر من هيك. كتير مهم تضيفي الليمون والزيت الزيتون. في كتير ناس بتساوي الدقوس بدون ما تضيف هدول الشغلتين، بس بيعطوا طعم كتير طيبة. وفيك تستبدلي بدال الفلفل الحار تستبدليه مثلا بقرن فليفلي حار. وهلأ بعد ما سكبته بالزبادي حطيته بالبراد لتاني يوم. بالنسبة للصوص الأخضر، عندي هون كزبرة نص كوب، نعناع نص كوب، فلفل حار قرن واحد كتير حار هذا، ونص كوب من البقدونس، ملح ربع معلقة صغيرة، والكمون زائد الفلفل الأسود نص معلقة صغيرة، وربع كوب من الليمون، عصير الليمون، وضفت معهم ربع كوب من زيت الزيتون. طبعا هلا هون رح اضيف معاهم لبن، انا ضفت معاهم معلقتين صغار من اللبن، وهلا رح اضيف معهم معلقتين كمان مشان يتقل شوي بالصوص، لقيته رخو كتير فرجعت ضفت له معلقتين. هون الصوص صار جاهز، كمان حطيته بالبراد. هلا انا صرنا بالتاني يوم، تاني يوم رح ابلش اول شي بالبصل. عندي بصلتين رح اعملهم ترنشات رفيعة. شوفوا ما شاء الله هي الكمية طلعت عندي، انا بكتفي بهاي الكمية. هلأ راح رشهم بالملح لتطلع ميتهم، وبلش امسح فيهم بالمحارم الخاصة بالمطبخ او بورقيات المطبخ. شوفوا شلون بهاي الطريقة، فعلا هاي الطريقة روعة وما بتحتاج منكم نهائيا تحطوا نشا او طحين.
انا البصل اللي عندي بصل احمر وما احتجت نهائيا، وطلعوا معي البصلات مقرمشين غير شكل. هلا هون بعد ما حمي الزيت راح اضيف البصل، وراح افرجيكم النتيجة قدام عيونكم. شوفوا هاي النتيجة اللي طلعت معنا بعد ما قلينا البصل. شوفوا ما شاء الله مقرمش ولونه غير شكل. هلا رح حطه على المحارم الخاصة بالمطبخ. طبعا انا نقعه هون 2.5 كوب من الرز، نقعتهم غسلتهم منيح كتير ونقعتهم بالمي شغلة ربع ساعة. هون هلا ضفت الصوص تتبيلة الدجاج بعد ما خليتها 24 ساعة، وبلشت هلا جهز للغدا. ضفتنا طبعا بعد ما قلينا البصل، ضفت التتبيلة وحطيت معها تقريبا 10 جرام من الزبدة، وفيك تستبدليها بالزيت. رح خليهم يتقلوا شوي بعدين بقلبهم. وهلأ بعد ما بلشوا يغلوا غطيتهم وتركتهم على نار وسط. بالنسبة للرز هون عندي المي صارت جاهزة وعم تغلى، ضفت معهم ربع كوب من الزيت الخاص بالقلي البصل، وبإضافة ضفت لهم لومي، ورق غار، نعناع، حبة الهيل، قرنفل، والقرفة، عود من القرفة، وضفت معهم شوي من الكزبرة. طبعا أنا الكزبرة اللي عندي مانا فريش متلجة، لانه قلت لكم انا ما كتير بحب الكزبره تكون ظاهره. وهون بعد ما صفيت الرز بعد ما نقعته ربع ساعه ضفته فوق المي اللي عم تغلى، وضفت معهم معلقه كبيره من الملح. طبعا في ناس كمان بتضيف معاهم البصل اللي قليتيه فيك تضيفيه مع المي، مية الرز. شوفوا ما شاء الله بلش الدجاج يستوي معي، ما بياخد معكم وقت كتير. وهون بلش هلا الرز عندي يغلى، وهلا رح صفيه وبرجع لكم. وهون بعد ما صفيته غسلت الطنجرة، طبعا حبيت كمل شغل فيها، وجهز معي الفروج. هلا رح نحط اول شي الفروج بالسفل. طبعا انت اذا بتحبي تحطي شوي من الصوص تبع الفروج بالسفل هذا الشي بيرجع لك، انا ما حبيت حطه لانه اسا الفروج نفسه رح ينزل مي. وطبعا انا رح احط الصوص اللي بقيان بوش على الوش. قلت لك فيك تساويها باللحمة بنفس الطريقة وبنفس البهارات اللي أنا نفس التتبيلة. وإذا حبيت تساويها باللحمة كمان فيك تساويها قبل كم ساعة. راح أضيف شوي من الرز. أنا طبعا ما شلت الرز استوى كامل، أنا شلته 3/4 الاستوى. بعد ما شفت حبة الرز بلشت تفتح عندي فورا طفيت الغاز وصفيتهم. ما تخلوها تعمل استوى كامل مشان ما تطلع معكم معجنة. هون راح اضيف شوي من البصل، وانتم بتضيفوا الكمية حسب الرغبة. لا تنسوا منقوع الزعفران، كتير بيعطي طعمة ولون كتير حلو للرز. ضيفوا الكمية البصل يلي بدكن اياها. طبعا انا بعد ما ضفت، قلت لكم هاي الاول مرة بساويها ببيتي، ندمت ليش ما ضفت اكثر من هيك. فعلا يعني طعمة روعة، والله شي رائع. ضفت كمان نعناع وكزبرة شي قليل، وكمان ندمت ليش ما ضفت اكثر. عن جد طلعت هاي الأكلة يعني إنه جمال أو طعمتها بهدول الشغلات، لازم ما تحذفوا شي منهم. رح أضيف الطبقة الأخيرة من الرز، وكمان رح أضيف نفس الشي البصل، منقوع الزعفران دائما بنساه، وشوي من الصوص قلت لكم رح أضيفه أنا على الوش. بيعطي نكهة كتير طيبة، نكهة كتير طيبة وطعمته لا يعلى عليه. هلأ رح أضيف البصل
والنعناع والكزبرة، وراح غطيهم بالقصدير وحطهم على نار هادية، وبس تجهز معي راح نقدمها. وهيك جهزت معي البرياني وصار يعني جاهز للتقديم، وشي رائع رائع، الريحة فاحت بالبيت، ويعني بناتي جانين لحتى يبلشوا ياكلوا. كمان هون بدك تعملي رشة من البصل والكزبرة والنعناع، وقلت لكم نصيحة، كتروا منهم، لأنه أنا لما جهزت هاي الأكلة عيلتي بلشت تحط البصل قدامها وبتاكل، يعني إنه ليش ما نكم كترة. قلت لكم طعمتها روعة. وضفت هلا وجبت الدقوس حطيته بارد ما شاء الله بشهي القلب، والصوص الأخضر حد كتير كتير، وهذا أكتر شي برغبك بأكل البرياني طبعا، الحدودية اللي موجودة فيها. وفيك تلغي الحدودية انت حسب أهل بيتك.